ماب 99 ليلة في الغابة بقى حديث الناس اليومين دول. والماب ده مش بس ممتع بشكل ممكن يخليك تنسى اسمك، ده كمان مبني على قصة حقيقية. اه والله، واللعبة بتقولك اول ما تفتحها ان هي معمولة على قصة حقيقية، بس فيها شوية تعديلات. اللي حصل تعالوا نفهم الموضوع من اوله. أول ما تدخل اللعبة تلاقي إن في ناس بتبلغ الشرطة إن في غزال واقف جوه الغابة، يعني مش كفاية غابة مظلمة، كمان غزال واقف على رجله زي البشر. وبعدها فجأة الأطفال الأربعة يختفوا، والشرطة تيجي تدور مفيش أثر، فيقفلوا الغابة تماما عن الناس. بس إحنا الرجالة قررنا نخش الغابة ونعيش فيها 99 ليلة نعرف فيها إيه اللي حصل بالظبط. أول حاجة بتعملها بتجمّع الخشب عشان تعمل مأوى، بس فجأة بتلاقي غزال بييجي واقف على رجله وبيبُص لك بنظرة مرعبة، كأنه بيقول لك اللي جاي أصعب بكتير. الغزال ده مش الغزال العادي، لأ ده مخلوق معروف في الأساطير وبيتقال عليه الوتينجو. الوتينجو ده مخلوق أسطوري بيظهر في الغابات، خصوصًا في الثقافات السكان الأصليين في أمريكا الشمالية. شكله طويل، نحيف، جلده بايظ، عنده قرون وريحته لا تطاق. صفته الأساسية الجوع الدائم، مهما أكل بيجوع أكتر، يعني لو دخل بوفيه مفتوح بيخلّصه ويقول لك أنا لسه جعان. في ناس بتقول لك إن هي شافته فعلًا وفي صور متداولة ليه، ولو بصيت على شكل الخزال اللي في الماب هتلاقيه مطابق 100% لمواصفات الوتينجو. والمفاجأة الكبيرة إن الأطفال اللي بتدوّر عليهم في الماب قصتهم حقيقية. في يوم 1 مايو 2023 طيارة صغيرة وقعت في غابات الأمازون في كولومبيا. الطيارة كان فيها 7 أشخاص منهم أم وأطفالها الأربعة. الطيار والمرافقين ماتوا والأم كمان ماتت بعد أيام قليلة، بس الأطفال نجوا وفضلوا 40 يوم في قلب الغابة من غير أي مساعدة. الأطفال كانوا من شعب هيتوتو، سكان أصليين، وده ساعدهم إن هم ينجوا. والبنت الكبيرة ليزلي اللي كان عندها 13 سنة كانت مصابة، والقائدة والأخوات التانيين كان أعمارهم 9 سنين و4 سنين، ورضيعة كان عندها 11 شهر. أكلوا من طحين الكثافة اللي كان في الطيارة ولقطوا فواكه وأوراق بيستخدمها شعبهم في الطبيعة. وأخيرا بعد 40 يوم الجيش الكولومبي والسكان الأصليين لقوهم، وكانت لحظة أسطورية، والرئيس قال إن اللي عملوه ده لازم يتسجل في التاريخ. دلوقتي الأطفال عايشين في رعاية حكومية وتحت إشراف نفسي وطبي. في اللعبة وأنت ماشي شوية هتلاقي مختبرات وفي ناس مربوطين كأنهم بيعملوا تجارب. وده بيخلينا نسأل سؤال: هل الغزال ده مخلوق طبيعي ولا نتيجة تجربة علمية خرجت عن السيطرة؟ الجواب في الماء بيقول إن هم صنعوه وبعدين خرج عن السيطرة وبقى له طائفة كاملة بتعبده. جوه اللعبة في طائفة شكلها تيني، كل 3 ليالي بيجوا يهجموا عليك، لبسهم غريب وسلوكهم أغرب وبيصلوا للغزال كأنه إله. وفي احتمالية يا إما دول علماء فقدوا عقلهم بعد التجارب اللي هم عملوها، يا إما ناس بدائيين كانوا عايشين في الغابة وقرروا يعبدوا الغزال بعد ما شافوه وقالوا عليه إله. بس لو بصينا على أسلحتهم يعني رماح وأكسات وشكلهم غريب كده وتحس إن هم بدائيين فعلا، هنحس إن هم ناس محليين قدماء ما يعرفوش أي حاجة ولا نت ولا تيك توك. الهجمات بتاعتهم مش قوية، بس بتخوّفنا، يعني العادي بيدمجوا 7 واللي معاه رُمح يدمجوا 30، بس لو معاك سلاح زي الRival هتقدر تمسح بيهم الأرض. الماب ده مش بس ممتع، كمان وراه قصة مؤثرة جدًا وواقعية، مخلوق أسطوري و4 أطفال فعلًا نجوا من الغابة، تفاصيل حقيقية اتاخدت واتوظفت في اللعبة. ودي كانت القصة الكاملة يا شباب، ويا رب تكونوا استمتعتوا بيها. أنا آسف لو كنت مأخّر الفيديوهات، بس الفترة الجاية راجع لكم بأقوى محتوى إن شاء الله. ادعوا لي وادعموني بلايك وسبسكرايب ويالّا بيها وبس. سلام.